رسالة للكابتن خالد الغندور. يا كابتن خالد، يا كابتن خالد، احنا مالنا بالليلة بتاع الصن داونز والوداد والاهلي؟ احنا مش شرف، نادي الزمالك مش شرف. انت لازم في ليلة زي كده تنكش جمهور الاهلي، تنكش جمهور الاهلي. وانت عارف ان جمهور الاهلي في النكش ما اقولكش، في النكش ما اقولكش. استحمل اللي بيعمله جمهور الاهلي فيك اثناء المباراة بتاعت صن داونز والوداد النهارده. كابتن خالد اول لما بيجي جول صن داونز تلاقيه كتب على بوست كده يا جماعه جول، وهوريك البوست اللي الكابتن خالد منزله. يجي الوداد يجيب التعادل، الكابتن خالد يكتب ايه؟ الوداد يحرز التعادل. يا كابتن خالد انت عاوز صن داونز يلعب النهائي عشان يقابل الاهلي؟ ده صن داونز هرب يا كابتن خالد، صن داونز هرب من الاهلي، صن داونز مش قد الاهلي. قال لك اما اخرج من الوداد كده قدام الناس في الاونطه احسن ما الاهلي ينتقم مني ويحط عليا، احسن ما الاهلي ينتقم مني ويحط عليا. حتى بعد المباراه انت ما سكتش يا كابتن خالد، برضه نكشت جمهور الاهلي تاني بعد ما لقيت ان الوداد كسب وخرج صن داونز اللي هو جمهور الزمالك كله كان بيشجعه النهارده عشان صن داونز يلعب الاهلي تاني، وفاكرين اللي هو يعمل غلط تاني مع الاهلي، بس ده ما كانش هيحصل. النهارده صن داونز يا جماعه قال لك اهرب من قدام الاهلي. ده كل الفرق الاهلي حط عليها، الرجاء اللي كان اول مجموعته الاهلي حط عليه، الترجي اللي كان اول مجموعته الاهلي حط عليه. انا لازم اهرب من الاهلي، انا اخرج من الوداد النهارده احسن ما الاهلي يحط عليا. كابتن خالد بعد ما الوداد صعد النهارده يا جماعه برضه لقيناه منزل البوست ده على صفحته الشخصيه. يا كابتن خالد انت تقصد ايه بالكلام ده؟ هو يعني ايه الوداد تاني وذهاب وعوده والكلام ده؟ هو يا كابتن خالد، يا كابتن خالد احنا مكسوفين من اللي احنا فيه، احنا كزملكاويه مكسوفين، احنا مش شرف. انت قاعد تنكش في جمهور الاهلي وجمهور الاهلي ما بيسكتش، هيديك هيقول لك خد 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 خد. واحنا مش شرف نادي ده احنا اللي فينا بيكفينا. احنا ادينا اهو جمهور الزمالك كله كل ماتش اللي يلبس تيشيرت الترجي واللي كان لابس تيشيرت الرجاء واللي كان بيحضر تيشيرت صن داونز، وبرضه ربنا بينصر الاهلي على مين يعاديه. ليه؟ بينصر الاهلي على مين يعاديه؟ الاهلي فريق كبير، كل الفرق بتخاف منه. انت بقى جاي لنا في عز ما الزمالك واقع وقاعد تشجع الفرق اللي هي ضد الاهلي كلها وعاوز صن داونز يكسب عشان يقابل الاهلي، وفاكر ان صن داونز ده هيعمل حاجه مع الاهلي. يا جماعه اسم الاهلي بيهز اي حد، وخلي بالك والله ده حظ صن داونز حلو، حظه حلو اللي هو خرج من الوداد. ده الاهلي ما كانش هيرحمه، ده الاهلي ماشي في كل شارع في كل حاره في افريقيا كان عاوز صن داونز. والله جمهور الاهلي وفرقه الاهلي النهارده كان نفسهم صن داونز اللي يلعب النهائي، كان نفسهم صن داونز نفسهم ياخدوا البطوله منه، بس هم ربنا نجاهم، ربنا نجى صن داونز يا كابتن خالد يا غندور. عشان انت كنت فرحان وكنت عايز صن داونز يقابل الاهلي، فاكر ان صن داونز هيغلب الاهلي تاني. انسى يا كابتن خالد، انسى يا كابتن خالد. صن داونز مين؟ ده واخد البطوله مره واحده. اكون دي ال 11 للاهلي، 11 للمارد الاحمر. ده الاهلي فريق كبير يا كابتن خالد، اسم الاهلي يهز اي حد يا جماعه. انا راجل زملكاوي وبقول الحقيقه، واللي يقول لك ده متزملك قول زي ما انتوا عايزين، انا راجل بقول الحقيقه. الاهلي اسمه كبير على صن داونز وعلى اي حد في افريقيا يا جماعه. الف مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله الاهلي والوداد واحد، فرقتين عربيتين ان شاء الله. الاثنين يقدموا مباراه كبيره ويمتعونا كده، والاثنين اشقاء، والمغرب ومصر واحد، وكلنا اخوات باذن الله. وان شاء الله نشجع ابن بلدنا النادي الاهلي ونقول له في النهايه مبروك يا اهلي، انت فريق بطل، انت فريق كبير، انت فريق جيت من بعيد قوي في البطوله، كانت الناس كلها بتراهن عليك اللي انت خارج من البطوله خارج لولا كوره اطهر الطاهر. ربنا يخليه لينا وربنا يديك على قد نيتك يا اطهر يا طاهر يا ابن الهلال السوداني. وان شاء الله نبارك للاهلي كلنا بالفوز بالبطوله في قلب المغرب باذن الله، على حساب الوداد المغربي الشقيق اللي احنا بنحبه وبنحب اهل المغرب اخواتنا، وكلنا في مصر في ظهر النادي الاهلي سواء اهلاوي زملكاوي، الناس المحترمه اللي بتفهم كوره، اللي بتفهم يعني ايه اسم مصر، اللي بتفهم ان النادي الاهلي ده بيمثل مصر ما بيمثلش نفسه بس، والنادي الاهلي ده فخر مصر، وهو النادي الوحيد اللي بيسعد المصريين كلهم، وهو بصراحه خير سفير للكره المصريه. وكلنا بنقول ايه؟ افريقيا يا اهلي،
افريقيا يا اهلي.